السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من قناة مطبخ وصفات مغربية مصرية. اليوم غنحضر معكم بيتزا بحجم عائلي، كتجي سهلة وكتجي رائعة. بمكونات بساط غنحتاجوها بزاف في رمضان. نتمنى أنها تعجبكم. منطولش عليكم، نخليكم مع طريقة التحضير والمقادير. هنا عندي بول غادي ندير فيها نص كيلو ديال الدقيق منخول مغربل، وغناخد ساشية ديال الخميرة الفورية ما يعادل معلقة كبيرة عامرة، معلقة ديال سكر سنيدة، ممكن تعوضيها بالعسل او ممكن ما ديريهاش اصلا، يعني ماشي ضروري. قبيصة ديال الملحة، نص معلقة صغيرة. عندي هنا 3 معالق ديال زيت نباتية، ممكن تعوضيهم بزيت الزيتون غتكون احسن، ولا ما كانش ممكن ديري معلقة ديال الزبدة. الدور ديالها هنايا هاد الدهون كتطري العجينة ديال البيتزا، كتخليها لينة وكتجي زوينة صراحة. هنا عندي توم بودرة، ممكن معلقة صغيرة عامرة، انا درت تقريبا معلقة صغيرة. ممكن بصل بودر حتى هو. هنا عندي زعترة او ما الزعتر، كنحكو هكا بين يديا كيف ما كتشوفوا. ممكن ديروها علاش كان ميني بيتزا صغيورين، وممكن ديري البيتزا بحجم عائلي كبيره عادي جدا. هنا عندي الماء من الصنبور، عادي غنعجن العجينه بالطريقه العاديه اللي كنعجنوا جميع المعجنات. غنخلطها بالماء عادي كيف ما كتشوفوا. نجمعوها من بعد ملي عجناها كدلكيها مزيان، نديروها في البول ديالها، نغطيوها ندهنوها بشويه زيت ونغطيوها نخليوها لمده ساعه حتى يضاعف الحجم ديالها. من بعد دازت ساعه المكانه كنجيو العجين ديالنا كنلقاوه ضاعف بهذا الشكل هذا. كنحاول انني نحيد منه هذاك لي غاز. غنرش شويه دقيق على سطح العمل كيف ما كتشوفوا. العجينه كتجي طريه بزاف، كتجي والله احسن من ديال المحلات صراحه. حنا استغنينا على بيتزا ديال المحلات. غنحاول انني نطلع منها هذاك الهواء كامل اللي في الداخل ديالها، ونجمعها بالدقيق، ومن بعد نفردها بالمدلك كيف ما كتشوفوا معايا. بهذه الطريقه هذه نحاول انني نطلقها مزيان على الحجم. ممكن تخرجوا منها جوج بيتزات، انا عندي صينيه كبيره فخرج منها وحده، وكان ممكن انني نخرج منها جوج، او وحده كبيره وحده صغيره كيف ما كتشوفوا. ممكن ان احنا نخليوها نديروا منها مثلا ميني بيتزا. فانا عندي الصينيه اللي عندي مقاس ديال 30. من بعد ما فردتها حاولت انني نجمع لها دوك الجنيبات ديالها بكيف الشكل ديال المحلات كيف ما كيديروا لها. جمعتها من الجنيبات، درت لها هذوك الودينات بحال هكا، ومن بعد كنتكوها بالشوكه مزيان باش ما تعاودش تنفخ لينا في الفران كيف ما كتشوفوا معايا. هنا عندي لاصوص ديال البيتزا مصايبها في الدار، مطيشه، طماطم، فلفله شرائح، وعندي الزعتر والجبنه موتزاريلا والجبن ميكس. هنا غندير القياس ديال لاصوص. ممكن لاصوص انا دايره فيه مطيشه، بصله، فلفله ورويز الثومه، خليتهم حتى غلاو مزيان وطلقوا داك الماء ديالهم، وضربتهم بالميكسور. وكتبقى عندي بحال هكا فيما كنحتاج منها كندير منها في البيتزا كتجي هائله. هنا من بعد فردت هذيك لاصوص ديالي، كندير في اول طبقه كندير الميكس ديال الجبن الاحمر مع الموتزاريلا مع الشيدر، هما الاولين كيطلقوا واحد التعليكه واحد البنه من الاول كتجي هائله. من بعد كندير المطيشه شرائح، نديرو من بعد الفلافل ديالنا، فلفله ممكن ديري الالوان، ممكن ديري البصله. انا اخري كندير هادشي ما كتكاش البصله كيبغيوهاش، فكندير غير الفلفله ومطيشه. ما كندير فيها لا لحم لا لحمه مفرومه لا دجاج لا حتى شي حاجه بصراحه. كنديرها هكا ميكس بالاجبان كتجي هائله. من بعد كنزيد من الفوق الجبن موتزاريلا كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه. عندك فرماج احمر ممكن تزيدي تحكي فوق منها فرماج احمر، انا غنكتفي هنايا بالجبن موتزاريلا.
هو لان انا اول طبقه درت فيها الميكس ديال الجبن والجبن الاحمر والشيدر والموتزاريلا، فاكتفيت من الفوق غير بالموتزاريلا بوحدها. من الفوق غادي ندير شويه ديال الزعتر نحكو من الفوق. كيدير واحد النسمه، كيعطي واحد النسمه، واحد اللذه فيها هائله تبارك الله. جربوها بهذه الطريقه تعجبكم بزاف بزاف بزاف. من الفوق غنحط شويه ديال زيت الزيتون، قليل من زيت الزيتون حتى هو كينكهها كتجي زوينه. انا كانت سالا ليا بقى غير شويه، المهم درت من واحد شويه الخطوط وكيخليها هكا كتعلق اكثر من الفوق. في هذا الاثناء انا كنسخن الفرن على درجه حراره 200. غندخلها على فرن سخون مزيان ونخليها غير من التحت وهي اصلا كتذوب ديك الموتزاريلا من الفوق وكتحمر غير بوحدها، ما كنحتاجش انني نشغل عليها الشوايه. هذه هي البيتزا ديالنا ملي خرجت من الفران كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي هائله كتحمق تبارك الله. شوفوا كتجي يعني طريه مش غنقول لكم احسن من ديال المحلات. والله العظيم انا عن نفسي استغنيت عليها، وليت كنصايبها ديما في الدار، ما كتخطانيش في اي وقت. انا فيما كنحصل كنديرها غير هي، كتجي زوينه رطبه هشيشه ما تشبعوش منها. غنقطعوها مع بعض ونشوفوا الشكل ديالها ونشوفوا المطه ديال الجبن. صراحه انا الاجبان كنجيبها من عند السوريين، عندنا هنايا كاينين سوريين ما شاء الله الجبن ديالهم روعه، لا مذاق ولا مطه. صراحه ما نكذبش عليكم، ما بقيتش كنشري دوك الاكياس لا من السوبر ماركت ولا حتى شي حاجه. من فين ما كنبغي الجبن كنمشي عند السوريين، كنجيب من عندهم العلب هذوك الجوج العلبات بحال هكا، وحده ميكس ووحده كتكون موتزاريلا بوحدها. كتاخذ معكم جوج مرات حتى 3 المرات، صراحه كتكون غزاله بزاف. شوفوا تبارك الله غير المطه ديالها كيفاش كتكون. هذه هي البيتزا ديالنا حنا قطعناها مع بعض. شوفوا كيفاش كتكون طريه، يعني ما شاء الله ولا كأنك شاريها من المحلات. ترى العجين طريه والموتزاريلا سايحه وفيها مطه احسن من المحلات. جربوها والله العجينه وانا معتمدها دائما، هاد نفس العجين ديما هي اللي كندير هي اللي كنستخدم. اعتمدوا هاد العجينه كتجي هائله، ممكن نفس طريقه العجين تستخدموها في كل المخبوزات كتجي غزاله بزاف. نتمنى ان الفيديو ديال هاد النهار يكون عجبكم. لو اول مره تشوفوا القناه ديالي ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ومشاركه الفيديو مع اصحابكم. تلقاو فيديو جديد ان شاء الله، مع الف سلامه.